وإخفاق المنتخب المغربي. نعم، نتمنى إقصاء المنتخب المغربي. صحصح معايا شوية، المغرب دلوقتي في نصف النهائي. ألف مبروك للأحبة بالمغرب الوصول لنصف النهائي بأولمبياد باريس. It's the end of the Olympic dream for United States. They're going home. It is Morocco who advanced to the semifinal 4-0. The US, of course, did themselves proud just to be here. But for Morocco, they want to take it home. They want to take it. They want to go all the way and win this whole thing. Morocco has smashed USA 4-0. Rahimi from the penalty spot. He did get the penalty spot. So this match, Morocco's a convincing team, and I think they could win it all. I can definitely see them winning everything, winning the whole tournament. They're not scared of Argentina. They beat Argentina already, so maybe France, but I still see them potentially beating France as well. So, look, we'll find out. We will find out. But as of right now, Morocco are in the semi-final. The first team to be in the semi-final. The United States beaten 4-0 by Morocco in the Olympic quarter-final. أتمنى خروج وإخفاق المنتخب المغربي. نعم، نتمنى إقصاء المنتخب المغربي. صحصح معايا شوية، المغرب دلوقتي في نصف النهائي. ألف مبروك للأحبة بالمغرب الوصول لنصف النهائي بأولمبياد باريس. It's the end of the Olympic dream for United States. They're going home. It is Morocco who advanced to the semifinal 4-0. The US, of course, did themselves proud just to be here. But for Morocco, they want to take it home. They want to take it. They want to go all the way and win this whole thing. Morocco has smashed USA 4. أناس لاباس كلشي مزيان الحمد لله. اوكي. Rahimi from the penalty spot. He did get the penalty spot. So this match, Morocco's a convincing team, and I think they could win it all. I can definitely see them winning everything, winning the whole tournament. They're not scared of Argentina. They beat Argentina already, so maybe France, but I still see them potentially beating France as well. So, look, we'll find out. We will find out. But as of right now, Morocco are in the semi-final. So the first team to be in the semi-final. The United States beaten 4-0 by Morocco in the Olympic quarter-finals. Herculez Gomez now joining the show, and the bad news for Herc is that he also had to be up at 6 a.m. to actually catch this game as well. Herc, 6 a.m. for a performance like this. How are you feeling after it? خوتي شوفوا الفرق ما بين الاعلام الكرغولي والاعلام الامريكي. الفرق كبير بطبيعه الحال كيف ما كتشوفوا. الاعلام الامريكي والامريكيين اخوتي تقبلوا الخساره، فهمتي، تيقول لك بكينا غوتو بكاو هانيه، ولكن الكراغيله ما رابحين ما خاسرين، ولكن كيتمناو لينا الخساره. انتم سمعوها. وإخفاق المنتخب المغربي. نعم، نتمنى إقصاء المنتخب المغربي. صحصح معايا شوية، المغرب دلوقتي في نصف النهائي. ألف مبروك للأحبة بالمغرب الوصول So they can say we're not players with the national. إن شاء الله معايا شوية، وإن شاء الله إحنا ماشي في الشارع. الأرجنتين عطوهم 2 كامل أولمبيين يعني. كلش قال لك اللي يتمنى لي الشر. الله أكبر. أتمنى خروج وإخفاق المنتخب المغربي. نعم، نتمنى إقصاء المنتخب المغربي. ما قلتش أنا أتمنى الشعب المغربي رجع في بلاصتو، ما قالش كلش قال لك اللي يتمنى لي الشر قال لك انا نرجع له. قلت بالنظر متى تمنينا لكم الشر اخويا، والله ما تمنينا الشر للجزائر بالرب العلي العظيم. حنا دابا كنشوفوا هاد الكراغيلي، هاد العالم الافتراضي ديالهم كيدايروا صافي. عمرنا انا بعدا ما تمنيت لهم الخساره واخا ما عنديش مع الكراغيله ما عمرني تمنيتكم خساره. لما يحدث في كواليس الكاف وما تفعله الجامعة الملكية أو الجامعة المملوكة لكرة القدم والجامعة المالكة للكاف لكرة القدم لسبب ماشي على جال المنتخب المغربي، لانه عنده ماشي على جال الشعب المغربي اللي عنده اشياء اولويه في حياته. انا بسبب كلاكما لم يرشح المغرب، وكلاكما قد صنع جدلا في المغرب، وكلاكما تمنى خروج المغرب. توقعنا في الاول واعطينا معطيات التي
توقعت خسارة المغرب، ولكن امريكا هي اللي كتبكي حاليا. كانت توحي بان المنتخب الميريكان كتبكي والكراغيله كيبكيو الخوت، فهمتي؟ البكا في الميريكان والبكا عند كورغوليستان، مصيبه كحلال الخوت. المغرب سيجي صوت ديك الهمجاهيه وبالتاريخ العرب كلهم فرحانين مع هادشي دابا ديال الحرب وكذا ديال فهمتي حلفاء امريكا. العرب كلهم فرحانين دابا ضد في امريكان، الا الكراغيله بوحدهم هما اللي تيبكيو مع امريكا. الامور ليست في كره القدم، الناس راهي تعمل ليلا ونهارا للتطور، وحنا مازلنا نمشيو بالاسماوات. وراه حنا اللي تنخدموا ليل ونهار باش نتطوروا، راه القجع هو اللي تيخدموا ليل ونهار. نتوما اش ديروا؟ نتوما حاضرين المغرب صافي ما كاين والو. انا صافي العقليه كي داير. بالاضافه الى لاعبين المغاربه، اتمنى خروج واخفاق المنتخب المغربي. نعم، نتمنى اقصاء المنتخب المغربي. صح معايا شويه، المغرب دلوقتي في نصف النهائي. ألف مبروك للأحبة بالمغرب الوصول لنصف النهائي بأولمبياد باريس. It's the end of the Olympic dream for United States. They're going home. It is Morocco who advanced to the semi-final 4-0. The US, of course, did themselves proud just to be here. But for Morocco, they want to take it home. They want to take it. They want to go all the way and win this whole thing. Morocco. انت سمع الفرق مزيان ما بين هذا الاعلامي الامريكاني والاعلامي الكرغولي. الاعلامي الامريكاني تيقول لك باللي مراكنا كان متوقع انهم غادي يخسروا، المغرب جاي باش يدي البطوله، وكراغيله كيقول لك باللي المغرب غادي يخسروا كيتمناو الخساره المغرب. شو دابا على فرق كي داير، فرق شاسع، فرق في العالم. Smashed USA 4-0. Rahimi from the penalty spot. He did get the penalty spot. So this match, Morocco's a convincing team, and I think they could win it all. I can definitely see them winning everything, winning the whole tournament. They're not scared of Argentina. They beat Argentina already, so maybe France, but I still see them potentially beating France as well. So, look, we'll find out. We will find out. But as of right now, Morocco are in the semi-final. The first team to be in the semi-final. The United States beaten 4-0 by Morocco in the Olympic quarter-finals. Herculez Gomez now joining the show, and the bad news for Herc is that he also had to be up at 6 a.m. to actually catch this game as well. Herc, 6 a.m. for a performance like this. How are you feeling after it? What are your thoughts on what you saw? I got bags under my eyes, and for what? Actually, you know what, Kate? As expected, I mean, you have to keep things in perspective. It's the first time the U.S. youth national team, because it's a U23 tournament with 3 overage players, 3 reinforcements, has been back to the knockout rounds in 24 years. And when you look at this lineup, this 11, I mean, they lost who they were supposed to lose to, and they beat who they were supposed to beat in New Zealand and Guinea. But if you look at this lineup with the possible 11 of U23 age-eligible players who weren't in this game or weren't even in the Olympics, and that depends for the clubs because it's not a FIFA-sanctioned tournament, so they can say, we're not releasing you and these players don't go. You're talking about players like Yunus Musa, Ricardo Pepi. You're talking about players like Gio Reyna, Joe Scally, Johnny Cardoso, Malik Tillman, Folarin Balogun, first-team players of the national team that aren't here. So I find myself asking myself if I should be overly critical of what Marko Mitrovic did not do with this team in the setup, of what they were not able to do, despite it being 24 years since the last time they were in a knockout round versus a team in Morocco that you have to give a lot of credit to. The growth of Moroccan football has been something else. All these players on the Moroccan side, they don't play domestic football. سمعتي شنو قال لك الكره المغربيه كتطور، فهمتي؟ خصنا نعطيوها حقها. شو دابا العقليه الامريكانيه كي دايره وشو العقليه الكرغوليه كي دايره، الكولاسه ما نعرف شنو، الحشيش، القجع، الملك، تحت الطبله فوق الطبله. الناس صعب اللي كتفكر بعقلها، فهمتي؟ راه كاين التقدم كيجي بالخدمه، تيجيش بالكولاسه. نتوما كنتو كديروا الكولاسه، تسالات لكم الكولاسه في 2024 صافي ما بقاتش لكم الكولاسه. While they play abroad, Hakimi was released by PSG. Rahimi is the leading goal scorer of this tournament. He scored another goal today, by the way, so I can't be too upset, but it has me wondering what could have been. But a lot of this that you see online has been misplaced anger, ire, and I get it. مليار ألف تريليون مبروك لنا جميعا تألق شو العرب كلهم فرحانين عاوتاني بالمغرب.
كلشي فرحان، واخا حتى العرب فيهم، ولكن على الاقل بعدا فرحانين حاليا، فهمتي؟ الا الكراغيله هما اللي تيبكيو تيبكيو اكثر من مراكنا. عرب والله في اولمبياد باريس المنتخب المصري الحبيب يتأهل الى نصف النهائي ولحق بشقيقه المغربي الحبيب، وإن شاء الله الميدالية الذهبية لنا نحن كعرب، سواء لمصر أو للمغرب. واحد عين والثاني العين الثاني. والله حب كبير لكل أهلنا حبايبنا والله في مصر الحبيبة وفي المغرب الحبيب. وريني بقى كده يا دي الأولمبياد بتاعت باريس اللي بيقولوا عليها. أنا شايف إن البطولة دي ضعيفة ومش قد مستواي وقد إمكانياتي. إيه ده؟ مين ده؟ مش ده منتخب الارجنتين ابطال العالم يعني؟ لا حس كده، قرب لي وشك بقى، خد احلى اتنين على وشك. انت بتلاعب المغرب برضه يعني ابطال العرب، انت هتتكلم ازاي؟ ايه ده العراق؟ مش هينفع العراق، دول اخواتنا وحبايبنا يا جدعان وعروبه زي بعض انا اسف ما تزعلوش مني. ثلاثه بس عشان بس الناس ما تغيرش منكم وتقول لي اشمعنى ومش اشمعنى. امريكا؟ طب الثلاثه اللي انا اديتها لكم هعوضها لكم لامريكا دلوقتي. انتوا امريكا تعالوا كده، خد احلى 4 على وشكم. اي خدمه يا عراق. ها انا لو المشكله هادو كاملين اللي خداو التصرفيق، فهمتي؟ هما ما بكاوش كاملين، ما بكاوش، اللي كيبكيو في بلاصتهم هما الكراغير. خدمه البوكا. تعرف ان البطوله بالمستوى المتدني ده ما كنتش جيت. انا حقي العب كاس عالم بس، يعني لما يبقى في كاس عالم تندهولي، لكن بقى اولمبياد افريقيا البطولات البسيطه دي ما حدش يندهلي. مصر انا مستنيكم في النهائي باذن الله. مبروك للاحبه بالمغرب الوصول لنصف النهائي باولمبياد باريس. المنتخب المغربي الاولمبي على غرار المنتخب المغربي الاول في مونديال قطر لاول مره في تاريخه في نصف نهائي اولمبياد باريس 2024، وهي المره الاولى للمنتخب المغربي الاولمبي في تاريخ الاولمبياد بالكامل. الفرحه بقى، انت النهارده بتشوف كل حاجه، بتشوف لعيبه بتسجل، بتشوف اداء، بتفتخر، بتستمتع، حاسس ان اداء لعيبتك اكبر من الفرقه او اكبر من امريكا. دول مش الولايات المتحده الامريكيه، دول بعد الهزيمه اصلا ما خدوش، ده طرد، دي مش هزيمه عاديه، ده طرد. دي بقت الولايات المتحده الافغانيه، الولايات المتحده الشبشبيه، الولايات المتحده اللاتينيه. لا اصبر بلاتي، الولايات المتحده الكرغوليه. لقيت واحد الفيديوهات ديال واحد المراكنه يبكي وعرفتي واحد بكا. دابا ندوزهم لكم. الولايات مش مفيش امريكان، خلي بالك يا معزاوي، المغرب في نصف النهائي هتكتب لا يصدق ولا الولايات المتحده الشبشبيه، الولايات المتحده اللاتينيه، الولايات مفيش امريكان، خلي بالك يا معزاوي، المغرب في نصف النهائي هتكتب. خلي بالك يا كرغولي، خلي بالك لا يصدق ولا. بص يالا ولا ابن الشحيبه، صحصح معايا شويه. المغرب دلوقتي في نصف النهائي، يعني في ان شاء الله مدينه للقاره الافريقيه باذن الله. ما تقولش لا يصدق تاني وما تستهزاش وما تستهونش. انت خونا هنا كيمعني على الكراغله، سمعتي؟ اسمها مزيان، اسمع ليا مزيان. دي بقت الولايات المتحده الافغانيه، الولايات المتحده الشبشبيه، الولايات المتحده اللاتينيه، الولايات مفيش امريكان، خلي بالك يا معزاوي، المغرب في نصف النهائي هتكتب لا يصدق ولا. بص يالا ولا ابن الشحيبه، صحصح معايا شويه. المغرب دلوقتي في نصف النهائي، يعني في ان شاء الله مدينه للقاره الافريقيه باذن الله. ما تقولش لا يصدق تاني وما تستهزاش وما تستهونش، انت والاخوه الاسبان او الاخوه الاعداء بتوعك التانيين. ما تستهونش يالا، ما تستهونش، وان شاء الله خير باذن الله، وان شاء الله تيجي اسبانيا تاني، وان شاء الله تتشبشب تاني ان شاء الله باذن الله. سمعتي الكرغولي انت والاخوه الاسبان ديالك، المغرب بعيد عليكم. اوكي مان، المغرب يالا في نصف النهائي، اوعى تستهزئ يالا، اوعى تستهون يا معزاوي. احنا برضه شغالين برضه، احنا مبروك للعرب، ومبروك لقاره افريقيا، ومبروك للامازيغ، ومبروك للشعب المغربي، ومبروك لاي واحد ماشي في الشارع من المغرب، ومبروك للطفل المغربي،
ومبروك للطفله المغربيه ومبروك كل حاجه للمغرب. يلا عشان المأساويين ما يزعلوش، انا جبتها من الاخر اهو. مين دول؟ الارجنتين؟ عطوهم اتنين، عطوهم اتنين. والله زي ما بقول لك يعني ايه ده؟ مين دول؟ العراق حبايبنا اخواتنا، عطوهم ثلاثة بس، عطوهم ثلاثة. المهم يعني والله مش مآمن الاولمبياد، بس هنعمل ايه؟ قال لك يا عم روح الاولمبياد شوية منتخبات افاق نتعلم عليهم. نقراو شنو كاين في التعليقات شويه ثاني. خونا قال لك الكراغيله مهووسين بالمغرب والشعب يموت عطشا. مساكن يموتون عطشا وما كيلقاوش حتى باش يغسلوا، فهمتي القاعده القاعده. عرفتي دابا شنو اللي يخلي الكراغيله يبدا يدوب بزاف؟ دابا المشكله منين فهمتي، منين تكون القاعده كتاكل بنادم كتاكلهم باش يبقاو فين يبردوا الغدايد من غير المغرب. المراك القاعده الجويه. كملوا الفيديو. عارفكم انتم مش بتتشطفوا من التنين يعني، لا دول ادوهم اربعه، ادوهم اربعه يا شباب والنبات، اربعه على طول كده، اربعه. يلا برا برا. يا نهار ازرق كده نتحسب. قولوا لهم ان اللي بيلعب ده مش منتخب المغرب، قولوا لهم منتخب يوغوسلافيا عشان بس العين وكده. قولوا لهم كسبنا 5 ماتشات الساعه 5. الله اكبر. أتمنى خروج وإخفاق المنتخب المغربي. نعم أتمنى إقصاء المنتخب المغربي. ما قلتش أنا أتمنى إخفاق الشعب المغربي. رجع في بلاصتو ما قالش واش قال لك اللي يتمنى لي الشر قال لك أنا نرجع له. قلت بالنظر لما يحدث في كواليس الكاف وما تفعله الجامعة الملكية أو الجامعة المملوكة لكرة القدم والجامعة المالكة للكاف لكرة القدم لسبب ماشي على جال المنتخب المغربي، لانه عنده ماشي على جال الشعب المغربي اللي عنده اشياء اولويه في حياته. انا بسبب كلاكما لم يرشح المغرب وكلاكما قد صنع جدلا في المغرب وكلاكما تمنى خروج المغرب. توقعنا في الاول واعطينا معطيات التي كانت توحي بان المنتخب المغربي سيجد صعود العنجهيه وبالتاريخ، وهذه الامور ليست في كره القدم، الناس راهي تعمل ليلا ونهارا للتطور، وحنا مازلنا نمشوا بالاسماوات بالاضافه الى لاعبين المغاربه. أتمنى خروج وإخفاق المنتخب المغربي. نعم أتمنى إقصاء المنتخب المغربي. صحصح معاك شوي، المغرب دلوقتي في نصف النهائي. المبروك للأحبة بالمغرب الوصول لنصف النهائي بأولمبياد باريس. It's the end of the Olympic dream for United States. They're going home. It is Morocco who advanced to the semifinal 4-0. The U.S. officials did themselves proud just to be here. But for Morocco, they want to take it home. They want to take it. They want to go all the way and win this whole thing. Morocco has smashed USA 4-0. Rahimi from the penalty spot. He did get the penalty spot. Since this match, Morocco is a convincing team, and I think they could win it all. I can definitely see them winning everything, winning the whole tournament. They're not scared of Argentina. They beat Argentina already, so maybe France, but I still see them potentially beating France as well. So, look, we'll find out. We will find out. But as of right now, Morocco are in the semifinal. Just the first team to be in the semifinal. The United States beaten 4-0 by Morocco in the Olympic quarter-finals. Herculez Gomez now joining the show, and the bad news for Herc is that he also had to be up at 6 a.m. to actually catch this game as well. Herc, 6 a.m. for a performance like this. How are you feeling after it? What are your thoughts on what you saw? I got bags under my eyes, and for what? Actually, you know what, Kate? As expected, I mean, you have to keep things in perspective. It's the first time the U.S. youth national team, because it's a U23 tournament with 3 overage players, 3 reinforcements, has been back to the knockout rounds in 24 years. And when you look at this lineup, this 11, I mean, they lost who they were supposed to lose to, and they beat who they were supposed to beat in New Zealand and Guinea. But if you look at this lineup with the possible 11 of U23 age-eligible players who weren't in this game or weren't even in the Olympics, and that depends for the clubs because it's a FIFA-sanctioned tournament, so they can say, we're not releasing you and these players don't go. You're talking about players like Yunus Musa, Ricardo Pepi, you're talking about players like Gio Reyna, Joe Scally, Johnny Cardoso, Malik Tillman, Folarin Balogun, first-team players with the national team that aren't here. So I find myself
asking myself if I should be overly critical of what Marko Mitrovic did not do with this team in the setup, of what they were not able to do, despite it being 24 years since the last time they were in a knockout round versus a team in Morocco that you have to give a lot of credit to. The growth of Moroccan football has been something else. All these players on the Moroccan side, they don't play domestic football. They play abroad. Hakimi was released by PSG. Raheemi's the leading goal scorer of this tournament. He scored another goal today, by the way, so I can't be too upset, but it has me wondering what could have been. But a lot of this that you see online has been misplaced anger, ire, and I get it. مليار ألف تريليون مبروك لنا جميعا تألق العرب والله في أولمبياد باريس. المنتخب المصري الحبيب يتأهل إلى نصف النهائي ولحق بشقيقه المغربي الحبيب، وإن شاء الله الميدالية الذهبية لنا كنحن كعرب سواء لمصر أو للمغرب. واحد عين والثاني العين الثاني. والله حب كبير لكل أهلنا حبايبنا والله في مصر الحبيبة وفي المغرب الحبيب. وريني بقى كده يا دي الأولمبياد بتاعت باريس اللي بيقولوا عليها. أنا شايف إن البطولة دي ضعيفة ومش قد مستواي وقد إمكانياتي. إيه ده؟ مين ده؟ مش ده منتخب الأرجنتين؟ أبطال العالم يعني. لا حس كده قرب لي وشك بقى خد. احلى اتنين على وشك. انت بتلعب المغرب برضه يعني ابطال العرب. انت بتتكلم ازاي ايه ده؟ ده العراق؟ مش هينفع العراق، دول اخواتنا وحبايبنا يا جدعان وعروبه زي بعض. انا اسف ما تزعلوش مني. ثلاثة بس عشان بس الناس ما تغيرش منكم وتقول لي اشمعنى ومش اشمعنى. امريكا؟ طب الثلاثة اللي انا اديتها لكم هعوضها لكم لامريكا دلوقتي. انتوا امريكا تعالوا كده خد احلى 4 على وشكم. اي خدمه يا عراق. ها انا لو اعرف ان البطوله بالمستوى المتدني ده ما كنتش جيت. انا حقي العب كاس عالم بس، يعني لما يبقى في كاس عالم تندهولي، لكن بقى اولمبياد افريقيا البطولات البسيطه دي ما حدش يندهلي. مصر انا مستنيكم في النهائي باذن الله. مبروك للاحبه بالمغرب الوصول لنصف النهائي باولمبياد باريس. المنتخب المغربي الاولمبي على غرار المنتخب المغربي الأول في مونديال قطر لأول مرة في تاريخه في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، وهي المرة الأولى للمنتخب المغربي الأولمبي في تاريخ الأولمبياد بالكامل. الفرحة بقى أنت النهاردة بتشوف كل حاجة، بتشوف لعيبة بتسجل، بتشوف أداء، بتفتخر، بتستمتع، حاسس ان اداء لعيبتك اكبر من الفرقه او اكبر من امريكا. دول مش الولايات المتحده الامريكيه، دول بعد الهزيمه اصلا ما خدوش، ده طرد، دي مش هزيمه عاديه، ده طرد. دي بقت الولايات المتحده الافغانيه، الولايات المتحده الشبشبيه، الولايات المتحده اللاتينيه، الولايات مش مفيش امريكان خلي بالك يا عزاوي. المغرب في نصف النهائي هتكتب لا قصادك ولا بص يالا ولا ابن الشحاوه. صحصح معايا شويه. المغرب دلوقتي في نصف النهائي، يعني في ان شاء الله مدينه للقاره الافريقيه باذن الله. ما تقولش لا يصدق تاني وما تستهزاش وما تستهونش انت والاخوه الاسبان او الاخوه الاعداء بتوعك التانيين. ما تستهونش يالا، ما تستهونش. وان شاء الله خير باذن الله، وان شاء الله تيجي اسبانيا تاني، وان شاء الله تتشرشف تاني ان شاء الله باذن الله. المغرب يالا في نصف النهائي. اوعى تستهزئ يالا، اوعى تستهون يا معزاوي. احنا برضه شغالين برضه. احنا مبروك للعرب، ومبروك لقاره افريقيا، ومبروك للامازيغ، ومبروك للشعب المغربي، ومبروك لاي واحد ماشي في الشارع من المغرب، ومبروك للطفل المغربي، ومبروك للطفله المغربيه، ومبروك كل حاجه للمغرب. يلا عشان المعزاويين ما يزعلوش، انا جبتها من الاخر اهو. مين دول؟ الارجنتين؟ عطوهم اتنين. والله زي ما بقول لك يعني ايه ده؟ مين دول؟ العراق حبايبنا اخواتنا، عطوهم 3 بس، عطوهم 3. المهم يعني والله مش مآمن الاولمبياد، بس هنعمل ايه؟ قال لك يا عم روح الاولمبياد شويه منتخبات هفا نتعلم عليهم. امريكا عارفكم انتوا مش بتتشطفوا من التنين يعني. لا دول ادوهم 4، ادوهم 4 يا شباب والنبي، 4 على طول كده، 4. يلا برا يا نهار ازرق كده نتحسد. قولوا لهم ان اللي بيلعب ده مش منتخب المغرب، قولوا لهم منتخب يوغوسلافيا عشان بس العين وكده. قولوا لهم كسبنا 5 ماتشات الساعه 5. الله اكبر.
أتمنى خروج وإخفاق المنتخب المغربي. نعم نتمنى إقصاء المنتخب المغربي. ما قلتش أنا أتمنى الشعب المغربي رجع في بلاصتو، ما قالش واش قال لك اللي يتمنى لي الشر قال لك انا نرجع له. بالنظر لما يحدث في كواليس الكاف وما تفعله الجامعة الملكية أو الجامعة المملوكة لكرة القدم والجامعة المالكة للكاف لكرة القدم، لسبب ماشي على جال المنتخب المغربي لأنه عنده، ماشي على جال الشعب المغربي اللي عنده أشياء أولوية في حياته. أنا بسبب كلاكما لم يرشح المغرب وكلاكما قد صنع جدلا في المغرب وكلاكما تمنى خروج المغرب. توقعنا في الأول وأعطينا معطيات التي كانت توحي بأن المنتخب المغربي سيجد صعود العنجهية وبالتاريخ، وهذه الأمور ليست في كرة القدم، الناس راهي تعمل ليلا ونهارا للتطور، وإحنا ما زلنا نمشوا بالأسماوات بالإضافة إلى لاعبين المغاربة. أتمنى خروج وإخفاق المنتخب المغربي. نعم نتمنى إقصاء المنتخب. دخل دوي في التعليقات كراغيلا مهوسين، ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. اخي الماتش ديال اسبانيول الصراحه خالعني. اش تخلع اخويا؟ لاش تخلع؟ مروحيه انا ما عرفتش هادشي هذا. ديما مغرب انكوني. تابوناو عندي عفاكم، تابوناو عندو. الماتش ديال الكراغله، حتى اسبانيا خايفين من المغرب. داكشي اللي كاين. شفت واحد لي زارتيكل في الصحيفه الاسبانيه، الصحف الاسبانيه، قال لك خصهم ينتقموا من المغرب من المروك. اوكي كملوا الفيديو. وإخفاق المنتخب المغربي. نعم نتمنى إقصاء المنتخب المغربي. صح معايا شوية. المغرب دلوقتي في نصف النهائي. ألف مبروك للأحبة بالمغرب الوصول لنصف النهائي بأولمبياد باريس. It's the end of the Olympic dream for United States. They're going home. It is Morocco who advanced to the semi-final 4-0. The US, of course, did themselves proud just to be here. But from Morocco, they want to take it home. They want to take it. They want to go all the way and win this whole thing. Morocco has smashed USA 4-0. Rahimi from the penalty spot. He did get the penalty spot to this match. Morocco's a convincing team, and I think they could win it all. I can definitely see them winning everything, winning the whole tournament. They're not scared of Argentina. They beat Argentina already, so maybe France, but I still see them potentially beating France also. Look, we'll find out. We will find out, but as of right now, Morocco are in the semi-final. It's the first team to be in the semi-final. The United States beaten 4-0 by Morocco in the Olympic quarter-finals. Herculez Gomez now joining the show, and the bad news for Herc is that he also had to be up at 6 a.m. to actually catch this game as well. Herc, 6 a.m. for a performance like this. How are you feeling after it? What are your thoughts on what you saw? قال لك واش غادي دير الالعاب اليوم؟ يمكن غادي نلعب ضد الكراغله، فهمتي ديك اللعبه اللي كنتحارب فيها مع شي نقريحه. ولكن ماشي اليوم، حتى غدا ان شاء الله. غدا كراغيله غنقتل لكم شي نقريحه ديالكم. يجب علينا استعاده سبتهم ليليا الاسبانيه. منوار بوزيان، علاش ديري راسك مغربيه؟ علاش باينه كروليه؟ لماذا هذا العناء كله؟ سبتهم ليليا غادا تجيب بوقشه، فهمتي؟ دابا ما يمكنش المغربي يتحارب مع كاع الاطراف دقه واحده. دابا نتوما اصلا شاده الصبليون، شاده الصحراء، انطلاقا دوك الكراغله انطلاقا منكم نتوما بوليزاريو، نتوما خدامين عند الصبليون، فهمتيني؟ تحت امر اسبانيا من اجل استهداف الصحراء، ولكن في الواقع هي شاده لكم صحراكم نتوما. حسب دابا الامم المتحده والتخربيق، هما جالسين في تيندوفو هذا، يعني شادين لكم الصحراء ديالكم، اما حتى الصحراء المغرب دابا راه شادينها حنا.
كاين غير داكشي السياسي. المغرب راه خدام عليه بشويه بشويه كيفكوها، وما كيف ما كتشوفوا كل مره كتخرج لكم شي دوله من الجنب كتعترف بالصحراء المغربيه سياسيا، وبالتالي صافي يعني في الاخر غادي تقول نتوما ملي غادي نساليو مع هاد التخربيقه ديال الصحراء عاد المملكه المغربيه الشريفه غادا دوز لداكشي الاخر. اوكي نمشيو بالطاكتيك، ما كنديروش بحال الرموك كتبقى غادي حتى كتدخل في حيط. دابا حشمت نجاوبك فهمتي، غنقول لك شي كلمه بالانجليزيه ولا بالفرونسي وانتم كتقلبوا غير باش نجاوبكم بهذيك اللغات اللي كتفهمها الروبو ديال اليوتيوب ويتسد لينا اللايف. راني فاهم دوك القوالب فهمتي، ولكن اللي غنقول لك هو انت كرغوليه فهمتي، ما نديش عليك. I got bags under my eyes, and for what? Actually, you know what, Kate? As expected, I mean, you have to keep things in perspective. It's the first time the U.S. Youth National Team, because it's a U23 tournament with 3 overage players, 3 reinforcements, has been back to the knockout rounds in 24 years. And when you look at this lineup, this 11, I mean, they lost who they were supposed to lose to, and they beat who they were supposed to beat in New Zealand and Guinea. But if you look at this lineup with the possible 11 of U23 age-eligible players who weren't in this game or weren't even in the Olympics, and that depends for the clubs because it's not a FIFA-sanctioned tournament, so they can say, we're not releasing you and these players don't go. You're talking about players like Yunus Musa, Ricardo Pepi, you're talking about players like Gio Reyna, Joe Scally, Johnny Cardoso, Malik Tillman, Folarin Balogun, first-team players of the national team that aren't here. So I find myself asking myself if I should be overly critical of what Marko Mitrovic did not do with this team in the setup, of what they were not able to do, despite it being 24 years since the last time they were in a knockout round versus a team in Morocco that you have to give a lot of credit to. The growth of Moroccan football has been something else. All these players on the Moroccan side, they don't play domestic football. They play abroad. Hakimi was released by PSG. Raheemi's the leading goal scorer of this tournament. He scored another goal today, by the way, so I can't be too upset, but it has me wondering what could have been. But a lot of this that you see online has been misplaced anger, ire, and I get it. ودابا باش نسمعوا لهاد الكرغولي شنو تيقول على الكراغيل. اسئله غادي نمدهم انايا، ماذا بكم قبل لا نبداو عطونا جيم كومونتير بارطاج، وفالك ما تنساوش تفعيل الجرس. وهذا نتمنى ان شاء الله الناس يردوا عليا بطريقه اليوم عندي اسئله غادي نمدهم انايا، ماذا بكم قبل لا نبداو عطونا جيم كومونتير بارطاج، وفالك ما تنساوش تفعيل الجرس. وهذا نتمنى ان شاء الله الناس يردوا عليا بطريقه احترافيه كبيره، موجه يعني للجماهير الجزائريه والمغربيه والتونسيه والمصريه وكل المنتخبات العربيه خاصه الجزائريه. واخا خويا دوي، وحنا غادي نردوا عليك بطريقه احترافيه. لا سير. يعني اليوم يعني ما تفعله المغرب مع المنتخب الإيفان 3 وما تفعله كذلك أيضا مصر، لكن هذه المرة طريقة أقوى ومختلفة. اليوم وين غادي نتكلموا أقول بسؤال بريء: لماذا جمال بالناظر لم يكن يهتم بالمنتخب الإيفان 3 مثل وليد الركراكي؟ يعني كنا نقولوا باللي ضخ ديما جديده في 2019. انا بعد كاس افريقيا حسب ما نعرف كره القدم، انا حسب ما نعرف كره القدم وقت التجديد كان بعد نورمالمون بعد كاس افريقيا مباشره. وقت التجديد ضخ ديما جديده، نبدا ندور مالتي كوب دي، وكان عندنا طويله 2019 حتى 2022 كانت طويله. كنا قادرين نخدموا منتخب، نخلوا لي بيلي، خلوا عيسى ماندي بالسبعيني، خلي ويبغي محرز، خلي محرز، تخلي بن ناصر، يعني تخلي واحد 4 ولا 5. لكن كان غادي المنتخب 2022 يكون منتخب متغير، 2024 يكون عندنا منتخب. منوار انت هادي رسميه ديال دري اصاحبي. علاش داير ديك التصويره بنت تمايا بعدا؟ ياك ما حتى انت بحال هذيك الملاكمه، داك الملاكم اللي هو فهمتي ما هو هكا
ما بين جوج. علاش داير كونت ديال البنت؟ علاش خلينا نكملوا نسمعوا لهذا الكرغولي هذا. منتخب اخر يعني اللي يكون يعني متشوق للالقاب، متشوق للاخرى كيما هكا، ماشي كيما شاهدنا كان يجي محرز كل يشوف انا تاع مانشستر سيتي نجي نبرد معاكم. سليماني تهضرش معايا انا يلعب في البرازيل وجبت لكم كوب دافريك، راكم ما تهضرش معايا انا مدرب ما تهضرش معايا 35 مباراه بدون انهزام وكاس افريقيا اتخلى من الحياه. بصح كي تشوف انت والد الركراكي راهو نديرو ما بين والد الركراكي وجمال بالماضي. والد الركراكي كيفاش هو يروح هو نيغوسا مع خمس، هو نيغوسا مع رافع بوكميره، هو اللي نيغوسا مع الأسغر، هو اللي نيغوسا بزاف مع مع بيلال، هو اللي شوف نيغوسا مع اغلبيه اللعابه اللي راهم مع الزرزوري، مع اغلبيه اللعابه اللي راهم في الإيفاتروا هو نيغوسا معاه، كاين هو نيغوسا معاهم تعبوا وراحوا منا. لكن وين جمال بالماضي عنده مقوله مشهوره، قال لك اللي يبغي يجي لازم يرسل لنا ونشوفوا، كيما قالها زاتشي في 2017 2018 وحده دار ذاك البيان وبعد عاود قلعوه ومن بعد المشكل هادي دابا هذا كيتكبر على اللعابه وبغاهم يخدموا معاه بالقوه ديالهم كامله. انا غادي نعطيك جواب محترم ومقنع على حسب ما كيبان لي انا في تماك في الجزائر. كاين اولا عقليه ديال التكبر، فهمتي، طالعه بزاف بسبب اعلام ديالكم بقى تينفخ فيكم، فهمتي. هذا الاعلام العسكري معروفه بحال المصريين حتى هما هكاك اعلام ديالهم، احنا المصريين احنا ديما نفيخ. هذاك النفيخ بزاف تيعطيك واحد العقليه اللي كتكون شانته بزاف. هذا هو اللي طرا دابا جمال بالماضي، واخا يكون وطني وتيبغي الجزائر وكذا وتيبغي مصلحه الفريق ومصلحه الوطن، ولكن عنده هذيك فهمتي هذيك النغزه ديال التكبر. داكشي علاش هو كان كيتكبر على اللعابه، وبالتالي هكا اللعابه كيفاش لعاب بروفيسيونيل انت غادي تقول له هكا الهضره هذه ما جاتش. هذه الاولى. ثانيا جمال بالماضي حتى الا بغى يخدم مزيان راه والله ما يخليوه العسكر ما يخليوهش يخدم على خاطر. هذا مشكل خور عاوتاني، فهمتي. عاود تحيه مسيو جمال بالماضي، انا ماني نسب في جمال بالماضي، لا نتكلموا علاش على الجزائر تراجعت. لماذا الجزائر تراجعت في هذا المستوى؟ علاش تراجعنا؟ يعني وين نقولوا باللي وين جمال بالماضي لم يهتم بمنتخب إيفاتروا ويقسم القائمة إلى قسمين، لهذا يضرب عصفورين بحجر. التشكيلة الأولى واضحة التي يختارها في أفكاره، أما الإيفاتروا يستدعي أبرز لاعبيه الذين تكونوا في مفكرتهم، وهكذا يعطيهم فرص لإثبات مكانتهم مع المنتخب الإيفاتروا. وأيضا المدرب تكون لديه نظرة لهم ومستواهم، وبالتنسيق مع أفكار وطريقة اللعب مع المدرب تاع الإيفاتروا تقريبا مثل ما كان يفعل بوغرا مع المنتخب المحلي. أتمنى أن يتم تطبيق حاليا اللاعبين إيفاتروا بوجود عدد لاعبين في الدوريات الأوروبية. يجب أن تمنح لهم الفرصة تحت سن 23 حتى لم تشاهدوا مع المنتخب الأول. فيوجد منتخب الإيفاتروا قد نكتشفهم بدل المبالغة في عدم استدعائهم. خاطر علاه عمورة اللي ربي شافيه، عمورة كي ولاو انا شو عمورة كي شفت هدر عليه كفر عليه الهضره هذاك مسيلمه كذاب اراد تبليس عمورة، كما كان عمورة مع بوغرا كيفاش صعدوا عمورة. لكن المدرب احنا اللي كان عندنا الله غالب، المدرب احنا التاليه تاع غانا هنا نعقلها مليح. انا واحد الناس هضرت على راني عاقل عليها، أنا عاقل ثلاثي جمال بالماضي عندك ترابص بيت تلعب مع راس الأخضر وبيت تلعب مع مصر. أنا لا بالي باللي مع مصر غادي تلعب لي كيفتين، مع راس الأخضر لعب لي كيفتين. اليوم عندي أسئلة غادي نمدهم أنايا، ماذا بكم قبل لا نبداو أعطونا جيم كومونتير شوفوا شنو طارينا في اليوتيوب. أوكي، إذن عندنا تصويت 95 نصوت. هل توقع الجزائري صحيح بخسارة المغرب ضد الإسبان؟
73% قال لك لا، 73% هنا كيدعموا المنتخب المغربي، و27% كتدعم توقعات واماني الكراغله. اذا كيف ما كتشوفوا هادو هما الكراغله. نحيدوا هذا التصويت، هذا نديروا تصويت جديد عاوتاني. نسولكم لماذا الامريكان تقبلوا الخساره والكراغله لم يتقبلوها؟ علاش؟ نشوفوا رغم ان الكراغله ما لعبوش مع المغرب، لعبات غير المغرب مع امريكا، ولكن الكراغله ما تقبلوش خسارات امريكا. علاش؟ البكا في امريكان والبكا في الجزائر. اوكي يلا الكراغيله اللي كاينين عندنا هنا خوتنا الكراغيله، جاوبوا السيد راه كيطرح اسئله. اليوم عندي اسئله غادي نمدهم انايا. ماذا بكم قبل لا نبداو اعطونا جيم، كومونتير، بارطاج، وبالك ما تنساوش تفعيل الجرس. وهذا نتمنى ان شاء الله الناس يردوا عليا بطريقه احترافيه كبيره، موجه يعني للجماهير الجزائريه والمغربيه والتونسيه والمصريه وكل المنتخبات العربيه خاصه الجزائريه. يعني اليوم يعني ما تفعله المغرب مع المنتخب الإيفان 3 وما تفعله كذلك ايضا مصر، لكن هذه المره طريقه اقوى ومختلفه. اليوم وين غادي نتكلموا اقول بسؤال بريء: لماذا جمال بالناصر؟ خوتي دابا هذا راه غيطرح عليكم سؤال واجهي، سؤال بريء. خوتي الجزائريين كراغيله والجزائريين، حيت نتوما كتنقسموا الفئتين، جاوبوا السيد باحترام، باسلوب فهمتي، بكل روح رياضيه. لم يكن يهتم بالمنتخب الإيفان 3 مثل لماذا جمال بالناصر لم يكن يهتم بالمنتخب الإيفان 3 مثل وليد الركراكي. يعني كنا نقولوا باللي ضخ قيمة جديدة في 2019. أنا بعد كأس إفريقيا حسب ما نعرف كرة القدم، كرة القدم وقت التجديد كان بعد نورمالمون بعد كأس إفريقيا مباشرة. وقت التجديد ضخ قيمة جديدة، نبدا ندور ماتي كوب دي، وكان عندنا طويله 2019 حتى 2022 كانت طويله. كنا قادرين نخدموا منتخب، نخلوا لي بيلي، نخلوا عيسى ماندي بالسبعيني، خلي ويبري محرز، خلي محرز، تخلي بالناصر، يعني تخلي واحد 4 ولا 5. لكن كان غادي المنتخب 2022 يكون منتخب متغير، 2024 يكون عندنا منتخب اخر، يعني اللي يكون يعني متشوق للالقاب، متشوق للاخر كيما هكا، ماشي كيما شاهدنا. كان يجي محرز كل يسوق. انا تاع مانشستر سيتي نجي نبرد معاكم. سليماني ما تعرفوش معايا، انا نلعب في البرازيل وجبت لكم الكوب دابا. راه ما تعرفوش معايا انا تاع مدرب، ما تعرفوش معايا 35 مباراه بدون انهزام وكاس افريقيا. اتقدم بالحياه بصح كي تشوف انت وليد الركراكي، راهو نديرو ما بين وليد الركراكي وجمال بالماضي. وليد الركراكي كيفاش هو يروح، هو نيكوسا مع خمس، هو نيكوسا مع رافع بوكميرة، هو نيكوسا مع بلصغير، هو اللي نيكوسا بزاف مع مع بيلال، هو شوف نيكوسا مع اغلبيه اللعابه اللي راهم مع الزرزوري، مع اغلبيه اللعابه اللي راهم في الإيفان 3 هو نيكوسا معاه. يلا خوتي
يلا خوتي الجزائريين يلا جاوبوا السيد علاش جاوبوا السيد يلا. هو اللي يقول معاهم تعبوا وراحوا منا ومنا، لكن وين جمال بالماضي عنده مقوله مشهوره قال لك اللي يبغي يجي لازم يرسل لنا ونشوف. كيما قالها زرتي في 2017 2018 واحد دار ذاك البيان وبعد عاود دلعوه ومن بعد عاود تحياه مسيو جمال بالماضي. انا ماني نسب في جمال بالماضي، لأننا نتكلموا علاش على الجزائر تراجعت. لماذا الجزائر تراجعت في هذا المستوى؟ لماذا يلا؟ علاش تراجعنا؟ يعني وين يقولوا باللي وين جمال بالماضي لم يهتم بمنتخب إيفان تروا ويقسم القائمة إلى قسمين، لهذا يضرب عصفورين بحجر. التشكيلة الأولى واضحة التي يختارها في أفكاره، أما الإيفان تروا يستدعي أبرز لاعبيه الذين تكونوا في مفكرته، وهكذا يعطيهم فرص لإثبات مكانتهم مع المنتخب الإيفان تروا. وأيضا المدرب تكون لديه نظرة لهم ومستواهم وبالتنسيق مع أفكار وطريقة اللعب مع المدرب تاع الإيفان تروا تقريبا مثل ما كان يفعل بوغرا مع المنتخب المحلي. أتمنى أن يتم تطبيق حاليا اللاعبين إيفان تروا بوجود عدد لاعبين في الدوريات الأوروبية. يجب أن تمنح لهم الفرصة تحت سن 23 حتى لم تشاهدوا مع المنتخب الأول. فيوجد منتخب إيفان تروا قد نكتشفه بدل المبالغة في عدم استدعائه. خاطر علاه عمورة اللي ربي شافي، عمورة كي ولاو انا شو عمورة كي شفت هدر عليه كثرت عليه الهضره، هذاك مسيلمه الكذاب راه تبليس عمورة كما كان عمورة مع بوغرا كيفاش يصعدوا عمورة. لكن المدرب احنا اللي كان عندنا الله غالب، احنا التالية تاع غانا هنا نعقلها مليح. انا واحد الناس هضرت على راني عاقل عليها، راني عاقل ثلاثي جمال بالماضي عندك تربص بيت تلعب مع راسك اخضر وبيت تلعب مع مصر. انا لا بالي باللي مع مصر غادي تلعب لي كيف كيف، مع راسك اخضر لعب لي كيف كيف. اليوم عندي اسئله غادي نمدهم انايا، ماذا بكم قبل لا نبداو اعطونا جامكم. شوفوا شنو كاين هنايا واش يعني شاطون ديريكت. اوكي أتمنى خروج وإخفاق المنتخب المغربي. نعم نتمنى إقصاء المنتخب المغربي. صح معايا شوية، المغرب دلوقتي في نصف النهائي. ألف مبروك للأحبة بالمغرب الوصول لنصف النهائي بأولمبياد باريس. It's the end of the Olympic dream for United States. They're going home. It is Morocco who advanced to the semifinal 4-0. The U.S. of course did themselves proud just to be here, but for Morocco, they want to take it home. They want to take it. They want to go all the way and win this whole thing. Morocco has smashed USA 4-0. Rahimi from the penalty spot, he did get the penalty spot. So this match, Morocco's a convincing team, and I think they could win it all. I can definitely see them winning everything, winning the whole tournament. They're not scared of Argentina. They beat Argentina already, so maybe France, but I still see them potentially beating France as well. So, look, we'll find out. We will find out. But as of right now, Morocco are in the semi-final. So the first team to be in the semi-final. بالنسبة اللي باقي ما شافش نتوما الخوت، شوفوا دابا إعلام أمريكي كيفاش كيتعامل مع الخسارة ديال المنتخب ديالو، والإعلام الكرغولي كيفاش كيتعامل مع الخسارة ديال المنتخب آخر. شوف الفرق في العقلية كيفاش دايرة. شو العقلية الكرغولية كيفاش دايرة والعقلية الأمريكية كيفاش دايرة. العقلية الأمريكانية كيفكروا لوجيك، خسرنا حيتاش ما درناش وما درناش، حيتاش الفريق المنافس كان عنده وكان عنده. الكراغيلة ما تلعبش معاهم، تربح انت بوحدك شي فريق اخر، ربحتي حيتاش السحور، حيتاش كولاسة، حيتاش ما نعرف شنو الفضائيين نزلوا مؤامرة كونية. سبحان الله. United States beaten 4-0 by Morocco in the Olympic quarter-finals. Herculez Gomez now joining the show, and the bad news for Herc is that he also had to be up at 6 a.m. to actually catch this game as well.
Herc, 6 a.m. for a performance like this. How are you feeling after it? What are your thoughts on what you saw? I got bags under my eyes, and for what? Actually, you know what, Kate? As expected, I mean, you have to keep things in perspective. It's the first time the U.S. youth national team, because it's a U23 tournament with 3 overage players, 3 reinforcements, has been back to the knockout rounds in 24 years. And when you look at this lineup, this 11, I mean, they lost who they were supposed to lose to, and they beat who they were supposed to beat in New Zealand and Guinea. But if you look at this lineup with the possible 11 of U23 age-eligible players who weren't in this game or weren't even in the Olympics, and that depends for the clubs because it's a FIFA-sanctioned tournament, so they can say, we're not releasing you and these players don't go. You're talking about players like Yunus Musa, Ricardo Pepi, you're talking about players like Gio Reyna, Joe Scally, Johnny Cardoso, Malik Tillman, Folarin Balogun, first-team players of the national team that aren't here. So I find myself asking myself if I should be overly critical of what Marko Mitrovic did not do with this team in the setup, of what they were not able to do, despite it being 24 years since the last time they were in a knockout round versus a team in Morocco that you have to give a lot of credit to. The growth of Moroccan football has been something else. All these players on the Moroccan side, they don't play domestic football. They play abroad. Hakimi was released by PSG. Rahimi's the leading goal scorer of this tournament. He scored another goal today, by the way, so I can't be too upset, but it has me wondering what could have been. But a lot of this that you see online has been misplaced anger, ire, and I get it. مليار ألف تريليون مبروك لنا جميعا تألق العرب والله في أولمبياد باريس. المنتخب المصري الحبيب يتأهل إلى نصف النهائي ولحق بشقيقه المغربي الحبيب. إن شاء الله الميدالية الذهبية العرب كاملين فرحانين، سواء لمصر أو للمغرب. الأفارقة كاملين واحد عين والثاني العين الثاني. والله حب كبير لكل أهلنا حبايبنا والله في مصر الحبيبة وفي المغرب الحبيب. وريني بقى كده يا دي الأولمبياد بتاعت باريس اللي بيقولوا عليها. أنا شايف إن البطولة دي ضعيفة ومش قد مستواي وقد إمكانياتي. إيه ده؟ مين ده؟ مش ده منتخب الأرجنتين؟ أبطال العالم يعني. لا حس كده، قرب لي وشك بقى، خد أحلى 2 على وشك. أنت بتلعب المغرب برضه يعني أبطال العرب، أنت هتتكلم إزاي؟ إيه ده؟ ده العراق؟ مش هينفع العراق، دول إخواتنا وحبايبنا يا جدعان وعروبة زي بعض. أنا آسف ما تزعلوش مني. 3 بس 3 بس عشان بس الناس ما تغيرش منكم وتقول لي اشمعنى ومش اشمعنى. أمريكا؟ طب ال3 اللي انا اديتها لكم هعوضها لكم لامريكا دلوقتي. انتوا امريكا تعالوا كده، خد احلى 4 على وشكم. اي خدمه يا عراق. ها انا لو اعرف ان البطوله بالمستوى المتدني ده ما كنتش جيت. انا حقي العب كاس عالم بس، يعني لما يبقى في كاس عالم تندهولي، لكن بقى اولمبياد افريقيا البطولات البسيطه دي محدش يندهل. مصر انا مستنيكم في النهائي باذن الله. مبروك للأحبة بالمغرب الوصول لنصف النهائي بأولمبياد باريس. المنتخب المغربي الأولمبي على غرار المنتخب المغربي الأول في مونديال قطر لأول مرة في تاريخه في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، وهي المرة الأولى للمنتخب المغربي الأولمبي في تاريخ الأولمبياد بالكامل. الفرحة بقى انت النهارده بتشوف كل حاجة، بتشوف لعيبة بتسجل، بتشوف أداء، بتفتخر، بتستمتع، حاسس ان أداء لعيبتك أكبر من الفرقة أو أكبر من أمريكا. دول مش الولايات المتحدة الأمريكية، دول بعد الهزيمة أصلا ما خدوش، ده طرد، دي مش هزيمة عادية، ده طرد. دي بقت الولايات المتحدة الأفغانية، الولايات المتحدة الشبشبية، الولايات المتحدة اللاتينية، الولايات مفيش أمريكان. خلي بالك يا عزاوي، الولايات الكرغولية. المغرب في نصف النهائي هتكتب لا يصدق ولا يبص يلا ولا ابن الشحاوة. صحصح معاك شوية، المغرب دلوقتي في نصف النهائي، يعني في إن شاء الله مدينة للقارة الأفريقية بإذن الله. ما تقولش لا يصدق تاني وما تستهزاش وما تستهونش أنت سمعتيها الكرغولي؟ صح معايا، اسمع مزيان، انا راه الهضره عليك، الكلام عليك يا كرغولي. اكتب لا يصدق ولا يبص يالا ولا ابن الشحاوة. صح معاك شويه، المغرب دلوقتي
في نصف النهائي، يعني في ان شاء الله مدينه للقاره الافريقيه باذن الله. ما تقولش لا يصدق تاني، وما تستهزاش وما تستهونش انت والاخوه الاسبان او الاخوه الاعداء بتوعك التانيين. ما تستهونش يلا، ما تستهونش، وان شاء الله خير باذن الله، وان شاء الله تيجي اسبانيا تاني، وان شاء الله تتشفف تاني ان شاء الله باذن الله. المغرب يلا في نصف النهائي، اوعى تستهزئ يلا، اوعى تستهون.